إذن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية وطنية، الله الوطن الملك، بها نحيا وعليها نموت. ابتداء ودائما، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. قبل ما نطرق المواضيع الطرح في هذا الفيديو إن شاء الله، كنتمنى من الإخوة الكرام أنهم يكملوا معنا الفيديو حتى الأخير، وكنتمنى كذلك وبشدة وبإلحاح أنهم يبارطاجيو هذا الفيديو. أنا نادرا ما كنقول لكم بارطاجيو الفيديوهات، إلا أن هذا الفيديو فيه معلومات مهمة ومهمة جدا في الرد على عزيز غالي. لكن قبل بغيت نرد على واحد الشرذمه. ملي كنقولوا شرذمه، راه باللغه العربيه هي كيكونوا ناس قلال، ناس قلال كيتسموا شرذمه، راه ماشي هي سبه. لنا ان هاد الشير ديما كيقولوا بانه راه حنايا مدفوعين من طرف المخزن، والمخزن اللي محرضنا باش نهاجموا عزيز غالي. حنا عزيز غالي ماشي كان ناعس وناض مع الصباح لقينا كنهاجموه. عزيز غالي اساء للوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه. عزيز غالي اساء للشعور الوطني ديال الشعب المغربي قاطبه. داكشي علاش نضنا وتكلمنا. اذا هنا انا بغيت نرد على داك الشير ديما اللي كيقول لك بان المخزن هو اللي مولنا، هو اللي كيحرضنا ضد عزيز غالي. الدليل القاطع انا غادي نبين لكم، يعني هذه المساحه اللي انا كنسجل فيها غادي نصورها لكم من اللور وغادي تشوفوها. فكيف ما كتشوفوا انا كنسجل في واحد المكتب اللي هو صغير، وبالتالي ملي كنسالي منه كنرجعو للخلف وكنسجل في بيت النعاس، علما انه في الحي ديالي كاينين 3 ديال الاستوديوهات اللي مجهزين باحدث التقنيات. كاين واحد في دار الشباب، وواحد في المركب الثقافي، وواحد في المركب ديال بشار الخير، وما كنستافدش منهم وما تمكنش انني نسجل فيهم. اذا من باب اولى وبالمنطق، الا كان المخزن كيدعمني باش نهاجم عزيز غالي، من باب اولى انهم يعطيوني غير فين نسجل. هذا من باب اخر غنبداو دابا نطرقوا المواضيع الطرح في هذا الفيديو ان شاء الله. ربما كتذكروا الاخوه الكرام نهار كنت تكلمت على المشكل اللي اثاروا ديك الزيطه والزنبليطه اللي اثارها عزيز غالي عند حميد المهداوي، وهي ديال الدم الملوث. وكنت تكلمت بالضبط، قلت له عزيز غالي خصو يعطينا المآل ديال هذاك الملف فين وصل، مادام ان الشكايه تفعلات واستمعوا ليه ودازت يعني الملف عند القضاء، بغينا نعرفوا المآل ديال هذيك الشكايه وديال هذاك الملف فين وصل. لان انا غادي نعطيكم الخطوره ديال هذاك المشكل الذي اثير في القناه ديال حميد المهداوي. الا لاحظتوا ادريس الازمي كذلك تكلم على هذا المشكل، قال لك بغيناه يقول لنا فين وصل المشكل ديال الدم الملوث اللي تكلم عليه عزيز غالي. لكن ادريس الازمي ما عندوش واحد الاحاطه شامله يعني بالخلفيات وبالتداعيات اللي خلفاتها هذاك الاثاره ديال هذاك المشكل ديال الدم الملوث على صعيد صحه المواطن المغربي. اذا هنا غادي نخليكم مع الفيديو ديال ادريس الازمي، هو كيعطي اولا كيطلب من عزيز غالي كيقول ليه فينا هو المآل ديال الملف ديال الدم الملوث، ونرجعوا نكملوا يعني التحليل ديالنا ان شاء الله. رأي ديال البوز كعادته تيخرج اولا تيعطي الدروس للجميع، يعطي الدروس في كل شيء، في الصيدله وفي الطب وفي هذاك، ويجبد بعض المواضيع. في اين هو الدم الملوث اللي خرج، اللي اجج به المغاربه وداك الشيء؟ خصو يقول لنا فين وصل هذا الميل. اذا كيف ما لاحظتوا الاخوه الكرام، كذلك ادريس الازمي كيطلب من عزيز غالي انه يعطينا المآل وفين وصل الملف ديال الدم الملوث على مستوى القضاء. ولو ان ادريس الازمي ما غاديش يتكلم في هذه الحيثيه اللي غادي نتكلم لكم فيها الان. لهذا كنطلب منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، بغينا ينتشر على اوسع نطاق، لان هذه المعلومات اللي غادي نقول لكم مهمه ومهمه جدا. خصكم تعرفوا الاخوه الكرام انه كاين البعض اللي غادي يقول لي صافي هذاك المشكل ديال الدم الملوث وهذاك الملف اصبح في خبر كان وهو جزء من الماضي. الا ما استفدناش من التجارب ديال الماضي وعالجناهم غادي نقدروا نطيحوا في المشاكل في المستقبل. غادي تقول لي علاه اشنو هو اللي وقع في هذاك المشكل ديال الدم الملوث؟ خصكم تعرفوا اخوتي الكرام بانه بعد هذيك الزيطه والزنبليطه وهذيك الشوشره اللي دارها عزيز غالي ديال الدم الملوث واللي حققت شرط العلانيه في القناه ديال حميد المهداوي، خصكم تعرفوا ان المواطن المغربي دخلوا الرعب، ما بقاش كيمشي يتبرع بالدم، وبالتالي هذا سبب خصاص كبير على مستوى البنك ديال الدم في جميع مراكز تحقن الدم في المملكه المغربيه. الامر المؤسف جدا ان هذه الشوشره هذه ديال الدم الملوث التي اثارها عزيز غالي ستتزامن مع زلزال الحوز.
وضحايا زلزال الحوز كانوا في أمس الحاجة لهذه المادة الحيوية اللي هي الدم، وغادي يصطدموا بأن هناك خصاص على مستوى البنوك ديال الدم في جميع مراكز تحقن الدم في المملكة المغربية. إذا هنايا لولا الألطاف ديال الله عز وجل وكذلك التآخي والمحبة ديال المغاربة فيما بينهم، ومشاو المغاربة بداو كيهرعوا وكيتبرعوا بالدم لأنه عرفوا أن خوتهم محتاجين الدم، وضربوا بعرض الحائط الكلام ديال عزيز غالي، وكلنا مشينا تبرعنا بالدم في هذيك الآونة. اذا هنا المشكل ما كانش بسيط، لهذا كنقول لكم بارطاجيو الفيديو اخوتي، لان بغينا هذه المعلومات توصل، وهذه هي الضربه التي ستكون قاسمه الظهر، واللي بغيت ان مجموعه من الجمعيات انهم يتناولوها بعين الاعتبار. هذه المساله هذه بغينا نعرفوا المآل ديال هذيك الشكايه وديال الملف ديال الدم الملوث، لانه راه الدوله المغربيه ما كانت محتاجه لواحد بحال هذا عزيز غالي او لهاد الجمعيه اللا حقوقيه ديالو ان هي اللي غادي تجي وتثير لنا المشكل ديال الدم الملوث، عاد غادي نتكلموا عليه او لا عاد غادي تبت فيه الدوله المغربيه. اللي بغيت نذكر به هذا السي عزيز غالي هو انه نتوما كنتو في 1992 ياك كنتو، علاش ماشي نتوما اللي اثرتوا المشكل ديال الدم الملوث في هذاك الابان في 1992 ملي كان وزير الصحه هو احمد العلامي؟ علاش من نتوما ما تناولتوش هذاك المشكل؟ شكون اللي تناول المشكل؟ هو الدوله المغربيه، النيابه العامه هي اللي حقات في هذا المشكل. يعني وشكون اللي مشى فيه يعني مديره ديال اظن ديال مركز تحقن الدم، مشى فيه المدير ديال مركز باستور، مشى كذلك في واحد رئيس ديال واحد الجمعيه اللي ما كنذكرش الاسم ديالها. كلهم هادو مشاو جنايات. علاش؟ لان الدم كيشكل واحد الماده حيويه، واي عبث في هذه الماده هو عبث بالصحه ديال المواطن المغربي، وهو عبث كذلك بالامن الصحي ديال المواطن المغربي. ما كناش كنتسينكم السي عزيز غالي، والدوله المغربيه ما تسيناتكمش نتوما تتنوضوا وتقولوا لا الدم ملوث. مباشره في 1992 ملي كذلك كانت هذه الازمه ديال الدم الملوث، راه الدوله المغربيه اللي تدخلات ماشي نتوما، وكنتو نتوما السي عزيز غالي في هذيك الساعه، وعلاش ما تدخلتوش؟ اذا هنا بغينا نعرفوا المآل ديال هاد الشكايه ديال هاد الملف ديال الدم الملوث، لان خوتنا في الزلزال ديال الحوز راهم تضروا في هذا الملف هذا. اما الان وبعجاله غادي نحاول نرد على دوك الاشخاص اللي كيبارطاجيهم عزيز غالي في الصفحه ديالو، اللي من المفروض انهم كيازروه وكيسبونا باقبح النعوت، اش منك يا كلاب يا خنازير يا حظيره الخنازير. لكن حنا ما غادينش نسبوهم، هم إن أساءوا إلينا نحسن إليهم، وإن عصوا الله فينا فإننا نطيع الله فيهم. غادي نجاوبهم وبكل أدب. هنا واحد الشخص أنا راه غادي ننزل لكم المنشور وغادي نحذف الاسم ديالو، كاتب ومبارطاجي عزيز غالي: حظيرة خنزير أطهر من أطهركم. عندما كان الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يجمع المساعدات ويتبرع، غادي نبقى عندك عاد هذه يجمع المساعدات ويتبرع من ماله الخاص، كان من باب اولى انهم ما يخليوش هاد الارمله مسكينه اللي كانت كاريه لهم المقر ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في الحسيمه انهم ما يخلصوهاش لمده 18 شهر. من باب اولى كان عليهم انهم يخلصوا هاد السيده. عاد كتبوا بيان ان هذيك السيده سواو مع الوضعيه، ما نخليش مراه ارمله وفي حاجه ماسه انها تساني الكرا ديال 18 شهر. هاد الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان هاد المراه كانت كتسالهم 18 شهر. جي تقول لي انت كيجمع المساعدات كيفرق المساعدات فيه من ماله الخاص لمساعدة منكوبي زلزال الحوز في جنوب المغرب بعيدا عن صيدلته وعائلته بشمال المغرب كان شطاح القربوزي وشي كلام ما يسوى ما يصلح. المهم بيت القصيد كتشوفوا معايا داك الحمار ياك، راه هو اللي يدير لي مسكين هذيك البردعه خضراء وديك الشواري خضر وديك الجام هنايا الصفر اللي كتشوفوا عند. غادي نقول لكم القصه ديال هذا الحمار، غادي نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا بان هذاك الشيء كله كان غير تمثيل. ها هو اصلا الحمار راكب عليه هنايا، هذا الحمار مسكين خصو يدير شكايه بالتشهير. هذا الحمار انا غنبينو لكم في فيديو اخر كذلك مسكين هذاك الحمار، فيديو اخر كيفاش كيتصوروا به من اجل الدعايه. راه واقف عزيز غالي كينتظر ان السيد يعطيه الاشاره، حتى عطاه الاشاره قال لي يلا تحرك،
عاد تم جاي يتحرك، لكن في المونتاج ما حيدوش هذاك الاول، وداز هذيك الاولى اللي كان فيها عزيز واقف كيتسين انه يتصور بهذاك الحمار مسكين. انا نخليكم مع الفيديو. زيد تمشى جبال السي عزيز خدام معنا، تطوع معنا وخدام معنا، تنقلوا الشعير من دوك الديور اللي مردومين، تعاون معنا مسكين، هو اللي جازيه بخير الله يرحم الوالدين. هو جا درب شحال من الكيلومتر وجا تطوع معنا وتعاون معنا الله يرحم الوالدين، لا اكثر من مثالو الله يجازيه بخير. هذا واجبات. ننتقل لواحد الوجه اللي هو معروف لكن ما غاديش نذكر الاسم ديالو، غادي نكاشيه. قال لك مناقشة مواطنين لعزيز غالي من خلال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الموقف من النزاع مع الجبهة ديال البوليزاريو أمر محمود بل مرغوب، وهو علامة عافية المجتمع المغربي وحيوية الفضاء العمومي فيه. غير أن المثير بعد التصريحات ديال غالي التي عبر فيها عن موقف جمعيته، اللي قال لك الموقف ديالي أنا ونفسه هو الموقف ديال الجمعية ديالي، جمعية الداعم لحل سلمي تفاوضي يحظى برضا أطراف النزاع. لا سي عزيز غالي راه قال لك أن هاد قال لك يتبناو مبدأ تقرير المصير، يعني في غياب الحكم الذاتي وفي غياب السيادة ديال المملكة المغربية. أما قالش هاد الشيء اللي قال السي راك معروف. إذا قال لك عبر الداعم لحل سلمي تفاوضي، وهو الفجور في الخصوم والسب والقذف الذي طاله من قبيل الرخيص والملعون والكلب احنا، والتهديد الخطير الذي قد يمس بالسلامة الجسدية للرجل أو هذه المسألة عندك، لأنه معروف السي عزيز غالي بالتبوحيط. غادي نذكركم ذاك النهار كان مشاو داروا واحد الوقفة في سبت ولد النمة، فين داروها قدام المخفر ديال الدرك الملكي. وحنا كنا كنعرفوا بأن الدرك الملكي راه هي مؤسسة عسكرية، وهذاك المخفر راه فيه سلاح، راك بحال انت واقف قدام قشله ودير وقفه ودير مظاهره قدام قشله فيها سلاح. فمجرد اي احتكاك كيكون مع عزيز غالي كيطيح وكيعيط لومبيلونس. هذا السيد كيقول لك ما كايناش حريه التعبير، هو مشى دار وقفه يعني غير مرخص لها، لانه ما يمكنش ان الدوله ترخص لك انك دير وقفه قدام مخفر ديال الدرك الملكي. حنا كنا كنعرفوا ان الدرك الملكي هو مؤسسه عسكريه، ومجرد اي احتكاك كيطيحوا كيعيطوا لومبيلونس وكيبداو يتصوروا وكيزودوا التصاور وكيصيفطوا. هذه المساله عندك فيها الحق خوتي. اهم حاجه اللي بارطاجها عزيز غالي عنده في الصفحه ديالو هي هذيك الحركه اللي كتسمى الحركه الدوليه لحقوق الانسان والشعوب، اللي غادي نخصص لها حلقه، لان هذه اللي قلت لكم هو المبارد اللي غادي تقطر على عزيز غالي في القفا ديالو، غيدخل ليه ما بين الثياب والظهر ديالو. خوتي بقى لي الا نقول لكم ربي لا تجعل كلامي هذا صيحه في واد ولا نفخه في رماد. استودعكم الله الذي لا ولن تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.